هاجم تحسين الحميداوي قائد سرايا السلام الجناح المسلح للتيار الصدري هاجم مدعي المقاومة بعد حرق القرآن من قبل عراقي منحرف في السويد. وقال الحميداوي في تغريدة عبر تويتر: ما يؤلمنا ليس التجاوز على القرآن الكريم فحسب، بل سكوت من ادعى المقاومة خوفا من السفيرة الأمريكية وحفاظا على مكاسبه السياسية القذرة. وأضاف أن الصدريين سيبقى صوتهم مدويا مع قائد المقاومة العراقية الأصيل مقتدى الصدر.